بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. ما زلنا مكملين مع حضراتكم في شروحات وورد 2010 وجه عربي. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن تنسيق الجداول، والحلقة طولت مننا وما قدرناش نلم كل مشاكل وكل تنسيقات الجدول. اتكلمنا عن تنسيق الجدول، صف وعمود وخلايا وحدود وتظليل وكل شيء، لكن في بعض المشاكل لما بنيجي ننشئ جدول او ناخد جدول مثلا من اصدار من الوورد ونضيفه لاصدار تاني مثلا من 2007 ل 2010 او 2013 بيعمل معانا مشاكل. واول مشكلة بتظهر قدامنا ان الشكل اللي قدام حضراتكم ده، ان الخانات او الخلايا ما بتكونش متنسقة، وبيكونش المحتوى بتاع الخلايا او النصوص داخل الخلايا ما بيكونش متنسق بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طيب هنتغلب على المشكلة دي ازاي وهنحلها ازاي؟ هنقف على الجدول، كليك يمين، وهنختار حاجة اسمها احتواء تلقائي. بيديني 3 خيارات، بيقول لي احتواء تلقائي للمحتويات، احتواء تلقائي ضمن النوافذ، عرض ثابت للعمود. طيب انا هختار اول خيار ونشوف ايه اللي هيحصل معايا. اهو بدأ ينسقها لي وبدأ يظبطها لي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. يبقى الخيار الاول هو افضل خيار معانا يا حضرات، بيصلح المشكلة. في طريقة تانية ممكن تصلح بيها المشكلة، لكن هتغلبك وهتاخد منك وقت ومش هتكون حاجة كويسة. وهي ايه؟ وهي ان حضرتك تبدأ تكبر الخانات وتصغرها حسب المحتوى اللي داخل الخانة نفسها. يعني هبدأ اكبر الخانة دي كده، ما ظبطتش معايا، واللي جنبها كمان ما ظبطتش. لما بنيجي نقسم الجدول لنصين بناخد نسخ ولصق زي ما هنشوف كده. مثلا انا عايز انسخ مثلا من عند الصف ده، فبظهره بالشكل ده كده. انا عايز الخمس 6 صفوف دولت، بقول له نسخ، وبعدين بنزل تحت وبقول له لصق. وبعدين امسح ال6 صفوف دولت من الجدول الاصلي. طيب هنا المشكلة ان المسألة ديت بتاخد وقت. طيب انا عايز اعمل العمل ده بشكل اسرع وبشكل احسن. هنعمل ايه؟ نرجع كده زي ما كنا. هختار الصف اللي انا عايز اقسم الجدول من عنده، يعني ده هيبقى داخل الجدول الجديد. هنختار من شريط القوائم اللي فوق تخطيط، وهنختار منها تقسيم جدول. بص، قسمها لك بكل سلاسة وبشكل دقيق ومنتظم زي ما حضراتكم شفتوا. طيب انا عايز اعمل قسم تاني، هناخد دول كده مثلا، هقول له تقسيم جدول، هختار تخطيط واقول له تقسيم جدول. اهو خط قسمهم لي لوحدهم اهو. فبالشكل ده بتكون الوضع اسهل واسرع وادق في الشغل، وبيكون العمل مريح لحضرتك. طيب نيجي للمشكلة الثالثة معانا في الجداول في درس النهارده. لو بصيت حضرتك هتلاقي الصف دوت مساحته من اعلى لاسفل اكبر من كل الصفوف. يعني لو كانت هنا مثلا سنتي، هنلاقيه هنا 2 سنتي. ازاي نتغلب على المشكلة ديت؟ المشكلة دي بتيجي اصلا من حجم الخط. فهنظهر الصف كله على بعضه كده وشوف ايه، ونختار بنط الخط. شوف ايه اللي هيحصل معايا. شوف اهو، مساحة الصف من اعلى ومن اسفل بتصغر وبتكبر حسب المساحة اللي حضرتك بتحددها في بنط الخط. كده بقى شكل الخطوط، بقى شكل الصف اللي فيه الكتابة بقى حجمه قد حجم الخطوط او الصفوف اللي موجودة تحت بالشكل ده يا حضرات. طيب المشكلة الرابعة اللي معانا ممكن تواجهنا في الجداول، ان حضرتك بتلاقي مفيش مسافة بادئة بين اول حرف في الكلمة واطار او حد الجدول زي ما حضرتك شايف كده. طيب انا عايز يبقى في مسافة بادئة علشان يبقى شكل الخط كويس. ممكن تعملها بالشكل ده، تجيب علامة نقطة الادراك كده وتحرك سبيس ويقوم ناقلها لك خطوة. بس هتقعد بقى في كل خلية
هتقعد تعدل الموضوع ده، فهياخد وقت منك وهيغلب. طيب الحل الاسهل والاحسن ايه بقى؟ الحل الاسهل والاحسن انك هتظهر الحاجات اللي عايز تعدل عليها او الجدول كله، وهتروح لتخطيط، هنختار منها هوامش الخلايا، وهنا هنفضل نكبر بالملي لغاية ما يبقى محتوى الخلية بعيد عن الإطار بتاعها أو عن الحدود بتاعها. طيب احنا عملنا كده، والبيانات بقت أو الكتابة بعيدة عن حد أو إطار الجدول أو الخلية. لكن ظهر معانا مشكلة تانية، وهي إن بقى فيه صفوف ضيقة وصفوف واسعة. طيب أتغلب على المشكلة ديت إزاي؟ هنظهر الجدول كده كليك شمال كله، عشان أخلي الصفوف دي كلها متساوية. هنعمل ايه؟ هنخش على تخطيط من تاني، وهنختار توزيع صفوف بالشكل ده، خلالي الصفوف كلها بقت شكل بعضها زي ما حضراتكم شايفين. طيب نيجي للمشكلة اللي بعد كده. المشكلة اللي بعد كده يا حضرات، وهي انه ممكن خلية تكمل في صفحتين زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني كل الكلمات كل الكلام ده المفروض يكون في خلية واحدة، لكن الصفحة دي ما كفتش فكمل في الخلية في الصفحة اللي بعدها. يعني قسم لي الخلية او قسم لي الصف على صفحتين. طيب انا عايز الخلية دي تكون في صفحة واحدة، ما تكونش مقسومة بالشكل ده. كل اللي انا هعمله هوقف في اي مكان في الجدول، واختار خصائص الجدول، ومن خصائص الجدول هختار صف. هنزل تحت كده هتلاقي كاتب لي امتداد الصفوف على صفحات. معنى العبارة ديت ان الصف بيكمل او الخلية بتكمل في صفحتين، مفيش مشكلة. قدامها علامة صح. كل اللي انا هعمله ان انا هشيل علامة الصح دي كده، وهقول له موافق. شوف ايه اللي هيحصل، هرحل لك الخلية كلها في صفحة جديدة. وبالشكل ده بيكون فصل الصفوف وفصل الخلايا من صفحة من بين صفحتين وخلاهم في صفحة واحدة. المشكلة السادسة والأخيرة معانا النهاردة في درس النهاردة، وهي انه الجدول بيكون منفصل عن لو انا كاتب مقال مثلا، فبيكون تحت المقال او فوق المقال. طيب انا عايزه يتضمن المقال، يعني يبقى في وسط الكلام. اعملها ازاي ديت؟ هوقف على الجدول واختار خصائص الجدول، واختار من جدول حاجة اسمها التفاف اللي هي دي حضرات. لما اختار الخيار دوت واقول له موافق، الجدول هيتنقل معايا في وسط الكلام عادي اهوت، ما فيهاش اي مشكلة اهو، بقى في وسط الكلام وما بقاش في اي مشكلة. ولو هو جدول صغير ممكن يجي على جنب كده زي صورة، والكلام يبقى جنبه في نفس الايه، في نفس المكان. بالشكل ده نكون وصلنا، وبهذا القدر نكتفي حتى لا نطيل على حضراتكم. أترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل أن نلقاكم في فيديو قادم نكمل فيه ما بدأناه في مشاكل وتنسيق الجداول إن شاء الله، ونكمل شروحات وورد 2010. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.